ده مش اعلان، انا مش هكدب عليك، انا راجل تقليدي بحب فنجان القهوه بتاعي، لكن اخر شهر اضطريت ان اشرب منه. وبما اني بروح الجيم النهارده هكلمك عن اللي حسيته فعلا بعد ما جربته. على الورق اي مشروب طاقه بيتكون من كافيين وتورين واحيانا فيتامين بي كومبلكس. الكافيين بينبه الجهاز العصبي وبيخليك مفوق في التمرين وبيرفع معدل العمليات الحيويه زي ما اتكلمت قبل كده. اما التورين فده حمض اميني بيحافظ على توازن السوائل والاملاح جوه جسمك وبيقلل الاجهاد وبيدعم القلب والجهاز العصبي. اما فيتامين بي كومبلكس دي اساسيه في تكسير الدهون والكارب والبروتين عشان تطلع طاقه وبتقلل الاحساس بالتعب وانتاج كرات الدم وبتنقل الاكسجين. ناخد واحد واحد. تويست اقلهم في الارقام وما فيهاش اصلا فيتامين بي، لكن على الرغم من الارقام دي الا ان تاثيرها مش قليل خالص، خصوصا ان سعرها 15 جنيه في ميعاد تسجيل الفيديو. الريد بول على الرغم من جرعه الكافيين العاليه نسبيا الا انها اقل تاثير بالنسبه لي. لو قدامي تويست وريد بول هروح اشتري ال3 تويست يكفوني نص الاسبوع عشان الاستاذه ال 50 جنيه. المونستر الوحش حرفيا، اكبر حجم، اكبر نسبه كافيين وفيها الكارنيتين زياده عنه. باختصار شديد الكارنيتين ده بياخد الدهون يوديها مصنع انتاج الطاقه اللي هي الميتوكوندريا عشان يبتدي عمليه تكسيرها وتطلع طاقه. النص لتر دي ب 50 جنيه زيها زي الريد بول بالظبط. دي لو في يوم طويل وحابب اصرف هشتريها، خصوصا ان الطعم الابيض ده احسن طعم في الانرجي درينكس انا جربتهم فيهم كلهم. نصيحتي ليك في اخر الفيديو رجاء ما تشربش الحاجات دي كل يوم حرصا على سلامتك وسلامه قلبك. احنا مش بنتمرن القلب للفيلير،